منين جاي؟ احنا جايين من المانيا، هسه وصلنا قبل نص ساعه. حلو. وطالعين من البارحه الساعه 11 بالليل. ممتاز. من مدينه مانهايم من المانيا، والحمد لله وصلنا، وهسه احنا متوجهين هاي البوابه، وراح ندخل للمباراه ان شاء الله بعد ساعه ونص تبدا المباراه. حلو. ممتاز. والجمهور اليوم الجاليه العراقيه ان شاء الله اكثر عدد من ليون الفرنسية إلى العراق العظيم. كما تشاهدون اليوم احنا جمهورنا متحمس كثير. هاي أول مرة العراق يصل إلى مدينة ليون، وكنا متحمسين حتى نشوف الفريق العراقي، وإن شاء الله راح يبيض وجهه. نعم تفضل. الجماهير فقط من ليون لو اكو من باقي مدن اخرى؟ حسب أنا خبرتي هنا صار لي 30 سنة في ليون، إنه السفارة العراقية هيئت باصات نقل ستنقل المواطنين مجانا من باريس إلى هنا. وعلى ضوء الناس اللي تعرف صراحة انه يقولون انت رياضية، صح. شنو اللي دفعك اليوم وخلاك توصلين المنتخب؟ أكيد حب بلدي. تعالوا. اكيد حب بلدي يعني، اكيد طبعا اكيد. جيت منين انت؟ من بلجيكا؟ من بلجيكا جاي. انت؟ بلجيكا. بلجيكا. ان شاء الله فايزين. ان شاء الله فايزين. إن شاء الله. توقعاتكم؟ 2-1 2-1 ان شاء الله. لا بالرغم انه احنا خسرنا، بس الجماهير العراقية طلعت فرحانة، شنو السبب؟ يعني حب العراق أكبر من كل شيء، يعني هي مباراة فوز وخسارة أو تعادل. عندنا فرصة ثانية إن شاء الله بالمباراة المقبلة، سواء اليوم فازت المغرب يعني أكو فرصة، والمنتخب اللي يستحق راح يتواجد بالدور الثاني. والحب العراق أكبر من الفوتبول، سواء هي يعني قلت لك فوز أو خسارة. احنا جايين متعناين من كل البلدان الأوروبية، سواء بلجيكا، هولندا، انجلترا، امريكا، النرويج، كلها الجماهير العراقيه حاضره من اوروبا، كلها يعني مجتمع على حب العراق. شفت الاداء؟ بالعكس كل زين الحمد لله والشكر. طبعا ابارك للجماهير العراقيه اللي جتي من كل الدول، زين، اللي جتي بالباصات، واللي جتي بالقطارات، واللي جتي بالطيارات، واللي جتي من فنلندا ومن النمسا ومن كل مكان. الف مبروك للجنه الاوروبيه، الف مبروك للشعب العراقي، وان شاء الله